عارفين ايه احلى حاجة في الشتاء؟ اننا نشرب هوت شوكليت سخن كده يدفينا، وكمان نجرب اختراعات جديدة ما بتتعملش غير في الشتاء. فتعالوا بقى خدكم في فلوج سريع كده لمدينتي في الساوث بارك، والجو الشتاء كده والدنيا مغيمة. هنجرب اختراعات جديدة من اي فروت، ودي تقريبا المرة المليون اللي جرب فيها اختراع جديد من اي فروت، وانا بحبهم علشان هم متخصصين قوي في الايس كريم، بيبقى من انتاج مصانعهم. وكمان كل ما اروح اي حتة في مصر بلاقيهم، لان عندهم اكتر من 20 فرع في محافظات كتير. واظن بقى ده الجو المثالي علشان نشرب حاجة سخنة. طلبت اول حاجه سحلب، بس تفتكروا هيعملوا السحلب كده عادي؟ طبعا لا، بيحطوا مع السحلب شوكليت ولبن وبيسخنوه قوي، وبعد ما يصبوه يحطوا عليه جوز هند وصوص شوكليت كمان، وتشربوا بقى احلى حاجه سخنه غرقانه شوكولاته كده. بمناسبه بقى الشوكولاتات دي كلها، فاحنا الفتره الاخيره شفنا ان كل مكان بيعمل هوت شوكليت بطريقه مختلفه، وبما ان اي فروت متخصصين في الايس كريم الطبيعي، فانتوا بتختاروا اي نوع شوكليت ايس كريم بتحبوه، وهم بعد كده بيسخنوه قوي ويضيفوا عليه اللبن السخن. ومش عايزه اكون ببالغ، بس ده بجد احلى هوت شوكليت اجربه في الشتاء ده. ومش عايزه اصدمكم واقول لكم ان الايس كريم مش بيتاكل في الصيف بس، لا، الايس كريم حلاوته انه يتاكل في الشتاء. وهم كمان عاملين اختراع كده بالايس كريم اسمه موسكا، بيبقى موز على فانيليا وشوكليت شيبس. ده غير كمان ان هم بيعملوا مشروبات كتير بالقهوه، جربت من عندهم الفرابيه كراميل، وبرده بيعملوه بالايس كريم بتاعهم. واكتر حاجه بحبها ان هم بيستخدموا في معظم المشروبات الايس كريم بتاعهم، لانه معمول من فواكه طبيعيه، فبيخلي المشروبات طعمها حلو ومختلف تماما عن اي مكان ممكن تكونوا جربتوا منه نفس المشروبات دي قبل كده.